لو كنا في كل لحظة من لحظات حياتنا بندور على السعادة، فمفيش أجمل ولا أطعم ولا أحلى من سعادة العيد. وسط ضغوط الحياة الكتيرة وكلنا بنستنى أيام العيد عشان نخرج ونتفسح ونشم هوا نضيف. وبداية فرحتنا دي بتبدأ بخروجنا الصبح بدري قوي عشان نصلي العيد، وسط مشهد بيقشعر الجسم في مساجد مصر المتنوعة والمختلفة. صباح العيد ده من أجمل الصباحات في السنة كلها. النهاردة مش أي يوم، الجو مختلف خالص. تكبيرات العيد مالية كل مكان، والضحكة منورة وشوش الناس كلها. احنا النهاردة موجودين في مسجد الإيمان في شارع مكرم عبيد بمدينة نصر. صلينا العيد وهنشوف مع بعض الأجواء عاملة ازاي بعد صلاة العيد. بس قبل ما نكمل، لو دي أول مرة بتنورني في القناة ما تنساش تنزل دلوقتي تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان تكون أول واحد يجيله إشعار بجديد جولاتنا ورحلاتنا. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وصحة وسعادة وهنا وراحة بال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. احنا بدأنا يومنا بدري قوي عشان نصلي العيد من مسجد الإيمان، ونشوف قدام عينينا توافد عدد كبير جدا من الناس، عائلات بأكملها، أصحاب وجيران. مشهد بيعكس حالة من الترابط والدفء والونس مستحيل تحسها إلا في الأيام المفترجة دي، سواء في رمضان أو في العيد. صلينا صلاة العيد وبنعيش الأجواء وسامعين التكبيرات اللي مالية المكان ومالية سماء مدينة نصر ومحيط مسجد الإيمان. لو كانوا بيقولوا على اعتمادنا دول العالم الثالث، وده لو افترضنا إنه صحيح، في دول العالم الأول في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، فاحنا أكيد الفرحة والبهجة والقرب من ربنا وصلة الأرحام وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة اللي اتربينا عليها والمستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، والأخلاق اللي بتربط المسلمين والمسيحيين في رباط كله مودة وحب. وما زلنا مع بعض بنتابع الأجواء بعد صلاة العيد في أنحاء ومحيط مسجد الإيمان بمكرم عبيد. وأي بهجة وسعادة في ديننا الإسلامي لازم تبدأ بالصلاة، وصلاة العيد هي أول حاجة بنستقبل بيها فرحتنا، سواء في عيد الفطر أو الأضحى. نصلي، نسمع الخطبة، ونتقابل مع حبايبنا وأصحابنا وقرايبنا في مشهد رائع بيدل على ترابط المصريين على مر العصور. واحنا دلوقتي قدام مسجد الإيمان، وزي ما حضراتكم شايفين بنتفرج على شكل الأجواء بره وحوالين ومحيط المسجد، وسط الفرحة والسعادة اللي طاغية على المكان بروح العيد. وأجواء خرافية بالفعل، الناس بتسلم على بعض بحب، لكن المميز هنا بجانب فرحة الناس هو الشباب اللي بيوزعوا هدايا ولعب للأطفال كلمسة محبة جميلة. وكمان برضو منتشر جدا وبشكل كبير بياعين البلالين المشهورين أمام معظم مساجد مصر. ولسه مكملين جولاتنا في أنحاء مسجد الإيمان ومحيطه اللي بيعد من أهم وأكبر المساجد في مدينة نصر ومصر كلها كمان. وزي ما قلت لكم بيكون في بعض الشباب والشركات والمصانع متجمعين عشان يوزعوا منتجات وهدايا جايبينها مخصوص لبعد صلاة العيد بيوزعوها على الناس. ودي من أكتر الحاجات اللي بتفرح الأطفال والأسر كلها، وأجواء ممتعة بجد. وشايفين الناس فرحانة وبتتبادل السلامات والتهنئة بالعيد. نستكمل رحلتنا ونشوف الأجواء عاملة ازاي. زي ما بقول لكم البلالين دي حاجة محببة جدا للناس والأطفال اللي بيجوا صلاة العيد، وطبعا بيكونوا في قمة سعادتهم بيها، واللي بتكون أسعارها متفاوتة حسب الحجم بس معقولة، وبتميز الأعياد بأشكالها وألوانها المبهجة اللي بتخطف العين. لسه بنستكشف مع بعض ونستمتع بعيد الفطر. في مصر دايما بنقول لبعض بعد الصلاة كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الكل. وفي السعودية والخليج بيقولوا عيدكم مبارك ومن العايدين والفايزين وعساكم من عواده. كلها كلمات مبهجة وجميلة بتنشر التسامح والمحبة والأخوة بين الناس. وأنا في معظم جولاتي بتكلم كتير وبشرح عن أماكن مختلفة، بس أعتقد
حلقة النهاردة مش محتاجة كلام كتير، والصور فعلا بتغني عن أي تعليق. وهسيبكم بقى شوية فترات أطول تعيشوا وتستمتعوا بالجمال والتفاصيل اللي احنا شايفينها مع بعض في محيط مسجد الإمام بمدينة نصر. لو لسه مستمتع ومكمل معايا الفيديو لحد اللحظة دي، أتمنى تدعمني بإنك تعمل لايك وإعجاب للفيديو وتشيره مع أصحابك عشان يوتيوب يقترحه وينتشر بشكل كبير وتكبر عيلتنا في القناة أكتر وأكتر. طبعا عيد الفطر هو عيد الاحتفال بإتمام فريضة الصيام، واتسمى كده لأنه بيتعلق بالإفطار في اليوم اللي بعد شهر رمضان مباشرة. وفي معظم الدول العربية مظاهر الاحتفال متشابهة: زيارة للأقارب وصلة الأرحام وتوزيع العيدية وصلاة العيد طبعا في المقام الأول، والبلالين وحتى كحك العيد اللي أصوله بترجع للمصريين القدماء. لسه متواجدين في محيط مسجد الإيمان وبنشوف إزاي الناس مبسوطة ومستمتعة جدا بالأجواء بعد الصلاة، وطبعا الشارع كله بقى زحمة كبيرة، لكنها الزحمة الحلوة اللي مليانة فرحة وبهجة بين الشباب والأصحاب والعائلات. ودايما بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الأيام بالخير والصحة والسعادة دايما. فعلا احنا النهاردة مش في يوم عادي، ده يوم عيد الفطر، اليوم اللي الشوارع بتبقى فيه مليانة ضحك والقلوب فرحانة بعد شهر كامل من الصيام. والمرة دي التجربة مختلفة عن أي فيديو عملناه قبل كده، وعشنا مع بعض أجواء صلاة العيد من محيط جامع الإيمان في مدينة نصر. بعد الصلاة شفنا البلالين وشفنا العربيات والناس اللي جاية من كل حتة في مدينة نصر عشان تصلي هنا. أجواء بالفعل جميلة جدا، وزي ما احنا شايفين الشارع حوالينا مليان بالعربيات، وطبعا لأن الناس بتكون خارجة من الجامع بأعداد غفيرة زي ما بنشوف، فبالتالي الطريق بيقف شوية وبيبقى فيه بعض الزحمة. لكن المدهش ان حتى الناس اللي راكبة العربيات مش متضايقين خالص من الزحمة دي، لانهم بيتفرجوا ومندمجين مع البهجة اللي على وشوش الناس حواليهم، والاطفال اللي بتجري وتضحك والناس اللي بتسلم على بعض، حتى لو الموضوع بيبقى اول مرة يشوفوا بعض. اجواء فرحة مش طبيعية، والموضوع بيبقى عالم تاني: بلالين، حلويات، تصوير، اجواء تخليك تحس انك جوه مشهد سينمائي لفيلم عيد مصري اصيل. اتمنى رحلتي القصيره النهارده تكون كانت ممتعه وجميله على قلوبكم، وحبيت اقول لكم فيها كل سنه وحضراتكم بكل خير وصحه وسعاده. ولو الرحله دي عجبتك ما تنساش تدعمني وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل أجمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. وشكرا ليكم جدا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.